5 الفجر بتوقيت جرينتش فتحنا عند 3955 دولار للأونصة، نزلنا لغاية 3915 وطلعنا أعلى نقطة عند 3985 وشغالين دلوقتي عند 3955. براجع معاك اللي حصل آخر شهرين. احنا يوم 20/8 كنا وصلنا ل 3350 وطلعنا من 20/8 ل 20 اكتوبر 1000 دولار، طلعنا من 3350 لغايه 4381 واعلى قمه جبناها دي ال 4381. نزلنا في اخر 10 ايام من ال 4381 اعلى قمه، وصلنا امبارح لغايه 3886، يعني نزلنا تقريبا 500 دولار. يعني احنا قعدنا في شهرين طلعنا 1000 دولار، وجينا في اخر 10 ايام اللي طلعناه في شهرين نزلنا نصه في اسبوع. وطبعا النزول ده كان سببه الرئيسي تصريحات ترامب بان هو خلاص هيتوصل لاتفاق تجاري مع الصين، واليوم ده نزلنا حوالي 300 دولار. من يوم الاعلان بتاع ترامب ان في مفاوضات تجاريه مع الصين وان في اتفاق خلاص لغايه امبارح الاسواق شغاله على هذا العامل، يعني الذهب عمال يكمل هبوط على العامل ده. يوم الاثنين اول امبارح بدايه السوق الناس قعدت تسالني تقول لي طب يوم الاربع الفيدرالي هينزل هيبقى ايه التاثير على الذهب؟ قلت لهم يا جماعه اسواق المال بالقطعه، يعني انت دلوقتي قعدنا 10 ايام لغايه امبارح كانت الاسواق شغاله على مدد الهدنه التجاريه اللي بين امريكا وبين الصين. جينا بقى من امبارح بالليل لما نزلنا لغايه 3886 وقبل اجتماع الفيدرالي ب 24 ساعه بدات الاسواق تتماسك، لان احنا النهارده مش منتظرين خبر الفايده. خبر الفايده شبه محسوم باجماع خبراء الاقتصاد حوالين العالم ان الفيدرالي هيخفض 25 نقطه اساس. العبره كلها بلهجه جيروم باول في المؤتمر الصحفي اللي بيجي بعد خبر الفايده. هل هي لجنه تشدديه فده هيكون ايجابي للدولار وسلبي للذهب؟ هل هي لهجه تيسيريه فده هيكون سلبي جدا للدولار وبالتالي ايجابي للذهب؟ ولا هي لهجه تحفظيه زي لهجاته اللي قبل كده؟ ودي اللي انا بميل لها، ان هي بتبقى لهجه تحفظيه. يعني ايه؟ يعني يقول لك انا مش عارف، انا هشوف البيانات، وخصوصا ان ده اول مؤتمر للفيدرالي يكون فيه اغلاق حكومي شغال. ومتوقع ان احنا النهارده نفضلوا شغالين في النطاق العرضي بتاع 3950 3940 3920 لغايه المؤتمر الصحفي بتاع جيروم باول.